مطلبكم يا أحرار؟ أمنيات لم تتحقق حتى اللحظة، كما يرى شباب الثورة. في كل يوم خميس يخرج شباب الثورة في الحديدة بمطالب إصلاح المؤسسات الخدمية ومواجهة لوبي الفساد الذي يعرش في محافظتهم كما يقولون. خرجنا في هذه المسيرة نطالب برحيل الفاسدين في محافظة الحديدة الذين أفسدوا كل البنى التحتية وأفسدوا كل ما هو جميل في هذه المحافظة. أحرار وحرائر الحديدة أكدوا على أن مسيراتهم الأسبوعية تهدف إلى أن تلتفت الجهات المعنية في الحكومة إلى مشكلات لا تزال تؤرق سكان المحافظة كالفقر والفساد وناهبي الأراضي والعصابات المسلحة. يرى ثوار الحديدة أن لا شيء تحقق على مستوى التغيير في تهامة بعد الثورة الشبابية، بينما يرى آخرون إن وفاق السياسة يقتضي تحمل المزيد من التحديات حفاظا على الوطن. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، مدينة الحديدة.